الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم وفي هذه الساعة الطيبة المباركة أن تحفظ مصرنا يا ربي من كل سوء ومن كل شر، وأن تحفظ رئيسنا وجيشنا ورجال أمننا، وأن تجعل مصر بلدا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الشمس والبدر من أنوار أمته، والطير بحر من فضاياه. الطير سبحه والوحش قدسه والموج كبره والحوت ناداه، والنبل تحت الصخور السن قدسه، والنهل يهدي حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيصرخه، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومعلمنا وقائدنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله القائل: إن من أعظم أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت أي فريت أو بريت؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد،
ومعالم مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحن إلى وطنه ويقول له كفى دع النفوس تقر دع النفوس تقر، يعني لا تهيج علينا مشاعر الحنين إلى أوطاننا. وكان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبكون من شدة اشتياقهم إلى وطنهم، بالرغم من أنهم يقتلون المدينة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك دعا لهم النبي وقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. فحب الوطن غريزة فطرية، مهما بعدت لابد أن تحن إلى وطن وأن تظهر قيمة الوطن في قلب إنسان أصيل. وإذا كان حب الوطن غريزة فإن حب مصر بين سائر الأوطان أكبر الغرائز وأعظم الغرائز، لأن مصر أم البلاد، ولأن مصر غوث البلاد، ولأن مصر بلد النيل، ولأن مصر بلد العلماء، ولأن مصر بلد الأزهر، ولأن مصر بلد القوة، ولأن مصر بلد الشجاعة. نسأل الله أن يحفظ مصرنا. مصر هي البلد الوحيد بل فيها المعدن الوحيد على وجه الكرة الأرضية الذي تجلى عليه رب العزة جل وعلا حينما ذهب موسى لميقات ربه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. الجبل أين الجبل؟ جبل في سيناء في مصر الغالية في مصر الحبيبة، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لا يذكر الله عز وجل بصفة آمن في القرآن الكريم إلا لبلد الله الحرام وإلا لمصر الحبيبة. قال الله عز وجل في شأن مكة بلد الله الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. ونفس الوصف في مصر على لسان سيدنا يوسف وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. مصر ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم أكثر من 30 مرة، منها 5 أو 4 بالتصريح ومنها ما يفوق 20 بالتصريح. وكل مرة ربنا يذكر فيها مصر يذكر فيها صفة عظيمة من صفات مصر ومن صفات أهل مصر. اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، في قراءة اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، فهذا يدل على أنها مصر لكم فيها ما سألتم، يعني مصر فيها كل خير، فيها جميع أنواع النباتات وأنواع الخضروات. ثم قال الله عز وجل في يوسف وقال الذي اشتراه من مصر أكرمه مثواه. مصر بلد الكرم والجود. ثم قال الله أيضا في يوسف ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. مصر بلد الأمن. ثم قال الله في يونس وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. مصر بلد العلم وبلد العبادة.
والقياس، وهو باقي إلى اليوم. القراءة اللي هو 175 متر، جزء من 24 جزء من الفدان. إنكم ستفتحون بلدا يذكر فيها القراءة، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. يعني أم العرب من مصر السيدة هاجر التي علمت الناس
ابتلي العدو بأعظم هزيمة وفي أقل مدة زمنية، ولولا تدخل الغرب لكان الجيش المصري في قلب تل أبيب. هؤلاء هم جند مصر، وهؤلاء هم شعب مصر. دائما وأبدا نرفع رؤوسنا ونفخر بجيشنا ونفخر برجال أمننا، ونكون دائما وأبدا في كل وقت وفي كل حين حاملين للمسؤولية. فإن حب الوطن ليس كلمة تقال، حب الوطن ليس كلمة تقال، حب الوطن تضحية، حب الوطن إخلاص، حب الوطن فداء. لا بد وأن نصحح المفاهيم حول وطننا وحول جيشنا وحول شرطتنا، وأن نعلم أبناءنا أن جيشنا ورجال جيشنا ورجال شرطتنا هم الحق المنيع لأي خوف أو ظلم يدخل علينا. وبدون جيشنا وبدون شرطتنا سنحرم من نعمة الأمن، ولن يكون عندنا مسجد ولا مستشفى ولا جامعة ولا نتمتع بأي نعمة من النعيم. فإذا كنا نحب أسرنا علينا أن نعلم أبناءنا أن حب الوطن من الإيمان، وأن الذي يفدي وطنه وأرضه إنما هو شهيد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. يجب علينا جميعا أن نضع أيدينا في أيدي بعضنا للمحافظة على وطننا وللمحافظة على مقدرات أوطاننا، وأن نجتمع ولا نتفرق، وأن نتحد ولا نختلف. قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أسأل الله عز وجل أن يحفظ مصرنا من كل فتنة ومن كل شر. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله